أي واحد ناجح راح يحاربوه، والمنتخب الوطني يتعرض لحملة كبيرة، إما من طرف أنظمة سياسية مثل نظام المخزن، أو إما مثل هذه الأنظمة الفاشلة. المنتخب الوطني الجزائري، الشعب الجزائري الكل راه يستنى فيه ومقبل على منافسة إفريقية إن شاء الله في كوديفوار في جونفي. هذا أكيد إفريقيا معروفة بالأشياء هذه، وإحنا أيضا نستمع هذه الأشياء، نستمع أن إفريقيا معروفة بالسحر الأسود وتقدر تغير مصير مباراة. هل يعني كاين منها هذه الحاجة هذه، وهل هي قابلة باش يديروا الأمور هذه لتغيير النتائج؟ نعم، هذا الأمور حاصلة وحصلت من قبل. الهند مثلا مستبعد الهند من المنافسات العالمية بسبب هذه الأمور، السحر. الهندوس أيضا معروفين بالسحر. وأدغال إفريقيا يعني هي أشد فتكا من الهند ومن غيرها. أدغال إفريقيا معروفة بالسحر لدرجة عجيبة. جنوب إفريقيا، السنغال، كوديفوار، تشاد، معروفين عندهم أسواق خاصة بالسحر. لكن أدغال إفريقيا معروفة، ومعروفة بأخطر أنواع السحر اللي هو سحر الفودو الذي يصنع بالدمى. هو أحد أنواع السحر الأسود، سحر الفودو هذا وسحر الدمى. أدغال إفريقيا لا ترحم يعني. وهم ما همش كما حنايا، معظمهم ليسوا مسلمين، معظمهم متنصرين أو أصحاب ديانات وثنية يعيشون في الغابات وكذا. يعني ممكن احتمال كبير أنهم سيحاولون التغلب عليك بأي طريقة. إذا ما غلبكش في المباراة يعني باللعب، راح يغلبك بالأمور الروحانية هذه، يعمل لك أسحار، يجيب معه سحارة. وكما شاهدنا حتى هنا في مدرجات الجزائرية، يعني في مباراة بوركينا فاسو أحضروا معهم ساحر، أشهر ساحر. نعم أحضروا معهم أشهر ساحر في البلد، جابوه للمدرجات. يعني وجه جاي سيبورتي، جاي يضحك ولا يلعب، مو باين. احنا نقولوا السحر هذا راهي اثر بتقدير الله، احنا ما نقول لكمش توهموا امور ما كاش، بس هذه امور راهي كاينه واثبتها الشرع، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم سحر. يعني لكل قال لك اذا لم تجد لك حاسدا او حاقدا فاعلم انك فاشل. اي واحد ناجح راح يحاربوه، والمنتخب الوطني يتعرض لحمله كبيره، اما من طرف أنظمة سياسية مثل نظام المخزن، هو إما مثل هذه الأنظمة الفاشلة التي تعتمد على السحر وعلى التضليل لكي تقضي على النجاحات. لازم له رقي المنتخب، لازم له المنتخب الوطني، لازم له راقي. كان معاه راقي من قبل رحمه الله تعالى، كان يرقي معاهم، وحاليا لازم له راقي. الرقية ما تشي تكون غير الإنسان فقط، تكون على الكرة، تكون على الدواب، تكون على السيارة، تكون لكل شيء الرقية. وتحصين دائما. القرآن أينما وقع نفع. وتحصين. نعم. ولينا نشوفوا يعني في المباريات أنه تكون المرمى فارغة يتيريها ما تماركاش، غريب تخرج. يعني محرز مثلا يسجل في كل مباريات، يلحق للكاميرون ما يقدرش يسجل، يعني مع أسهل منتخب في الدورة كلها. سبحان الله. نعم، لذلك أنا أنصح بالمنتخب أنه يدي معه راقي شرعي. هذا قرآن. أين المشكلة أنه لما تدي معك راقي يرقي للاعبين، يرقي المدرب، يرقي؟ أين المشكلة؟ يرقي الفريق الفني، أين المشكلة؟ أمر تحصين. يرقي لك، راح يقرأ عليك قرآن. أنت راح تدي راقي شرعي يقرأ عليك قرآن، ما راكش راك تدي معك تعالج السحر بالسحر. واش خسرت أنت؟ إذا عملوا لك شيء يكون عندك أمة مضاد حيوي.